أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. شكرا لكم، وأنا أتشكر أخوي أحمد اللي اجى على الحلقة وهو مرضان يعني، ونعتذر كثير احتمال ما طول الحلقة أكثر من نص ساعة، فآسفين كثير مقدما. خلونا بالبداية نرحب بالأخ أحمد. أهلا وسهلا فيك أخوي أحمد. اهلا وسهلا اخي جان، واهلا بمشاهديك الكرام كلهم. تسلم يا طيب، تسلم. على كل أحمد، انا قبل ما ادخل على على الخط معك، في مقالة طالعة ضد الجهر بالإلحاد، ما بعرف شو كان اسمها، هبة. شو رأيك بموضوع المقالة هي إذا بالمختصر؟ إذا تفضل. نعم جان، المقالة يعني أنا طلبت رأي الجمهور الصفحة بتاعتنا في المقالة ديت، ومعظم الآراء كانت بتقول يعني إن هي جاهلة جدا وسطحية ومتناقضة. للأسف مفيش حد من المسلمين بيتناول موضوع الإلحاد بموضوعية أبدا يعني. والذين يتصدون إلى هذه القضية معظمهم جهال وأغبياء في نفس الوقت. ولاحظت أيضا أذكياء من المسلمين يتجنبون الخوض في أمر الإلحاد ومواجهة الملحدين وهكذا. يحاولون دائما النأي بأنفسهم على هذا الأمر. دائما ما الذين يقحمون أنفسهم في هذا الموضوع يكونون من ذكائهم أقل من المتوسط بكثير. يعني باختصار، لو تسمعونني، لو أن صوتي واضح الآن. بدأت هي المقال بأنها تقول أنه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لكنها ختمت المقال بمن بدل دينه فاقتلوه، وتقول في الحديث الشريف أمر مباشر: من بدل دينه فاقتلوه. فبداية القصيدة لا إكراه في الدين، وآخر المقال من بدل دينه فاقتلوه. وهذا هو الازدواجية الإسلامية، هذا هو التي تكاد تقترب من المرض المعروف، مرض ازدواج الشخصية. بكل تأكيد أحمد، بكل تأكيد. يعني أنا بصراحة أول ما دخلت عم تقول لا بدل دينه فاقتلوه، مباشر خطر لي وشو عن يعني اول ما دخلت عم تقول لا اكراه في الدين، بعدين فكرت مباشر انه شو لا اكراه في الدين، ويعني في عندكم وين راحت هي من بدل دينه فاقتلوه، فهي طلعت فيها يعني شيء بصراحه، شيء ما بعرف كيف بيفكروا الناس هي. على كل اصدقائي، شكرا لكم. وطبعا اخونا احمد تعبان عشان في الواقع يعني هي تقول في آخر المقال: من هنا أناشد كل المتخصصين باقتحام ما يسمى الجهر بالإلحاد من استطاع إليه سبيلا، والرد عليهم في كل جزئية. أنا لا أدري لماذا استخدمت مصطلح الاقتحام هنا. يعني نحن ليس في الأمر أي اقتحام، هي صفحة على الإنترنت، يعني كيف سيقتحمونها لا أدري يعني. والرد عليهم في كل جزئية. الصفحة أصلا لا تطرح نظريات أو أفكار بقدر ما هي منبر للملحدين المجاهرين لكي يعلنوا عن أنفسهم وعن موقفهم أساسا. فإذا كانت مهتمة بموقف هؤلاء الناس وتريد أن تعرف يعني عنهم أو تسمع تجاربهم، أو بإمكانها أن تتواصل مع كل واحد يعلن على هذه الصفحة مع نفسه. أما الاقتحام فلا مجال له يعني. وأيضا هي تقول: نحن نحاول علاج الملحدين. يعني تعالجينهم من ماذا؟ يعني نحن الذين نحاول علاجكم من الإيمان بالبقرة الطائرة والبراق. هذا لا أدري كان إلى أي نوع من الحيوانات ينتمي، لكن هذا الحيوان المتنحى بإسراء وبشفاء ببلغم الرسول وما إلى هذه. يعني كان الرسول يبصق على أصحابه وكانوا يضعون أيديهم له الشريفة يعني ليمسحوا ويدهنوا جلودهم من بلغمه. يعني فمن هو الذي يحتاج إلى العلاج أيتها المرأة؟ لا، هو هن بده يعالجونا بالاعشاب الطبيعيه اصلا يعني. بصراحه يعني الملحد على الأقل لا يعتقد أنه يجوز له أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع ويعاملك كجارية تكون ضمن يعني ضمن قطيع زوجاته، أو أيضا الإماء، يعني تكونين امرأة
مستعبده جنسيا يعني، فاستحيا امراه. يعني بصراحة الاقتحام هذا هي قصدها انه اقتحموا وبلغوا عن الصفحة مشان استحيا امراه يسكروا. انتقاصا من المراه، لكن انتقاصا لها هي شخصيا، يعني انا خاطبها بنبره اسلاميه يعني. اليس الدين هو الذي يخاطبهم بهذه الطريقه، انها امراه وانها تقطع الصلاه وانها مثل وان وساوى بينها في الخطاب وبين الغائط و... والحمار والحمار والكلب الاسود وكل فكيف فكيف يعني تطلبين ان نعالج من ماذا؟ نعالج من مفاهيم تريد ان تحررك مما انت فيه، من الخيبه الثقيله التي ترزحين تحتها. بالضبط بالضبط يعني شر البلية ما يضحك، يعني ما في كلام ينقال يعني. والله يا جان، ما عاد هناك مجال للضحك. يعني انا كدت ان افقد القدره على الضحك، وانا أعاني بشدة الآن من مشاعر كثيرا سلبية، وحزين للغاية من ما آلت إليه الأمور، وبالذات أحوال المجتمع من حولي، ويعني كمية التوحش الموجودة في المجتمع، وهذا الغباء وهذا الجهل وهذه السطحية، ولا أدري ماذا أقول، لا أدري ماذا أقول يعني. حاليا أنا تعبت فعلا من هذا المجتمع يعني لكل واحد منا طاقة، وأنا يعني لا طاقة لي لكل هذا، يعني لا طاقة لي بكل هذا. حقك اخي احمد، حقك صحيح. مجتمع جاهل الى يعني لهالدرجه هي بصراحه شيء بوطي الراس. بس المشكله انه نحن فينا مثل ما بقول قوه حتى نواجه المجتمع هذا مهما كان. ليس جان من الملحدين أنفسهم يعني. أنا أتعرض لحملة شديدة جدا تطعن في كرامتي وفي شخصي وأنا مستاء جدا، لأن كثير من يلتفون حول هذا المختل الذي يروج هذا الكلام، كثير منهم ملحدين يعني. أنا تعبت كثيرا من أجل الدفاع عن الملحدين، ويعني تحملت بكل يعني ما أوتيت من قوة، تحملت بمسؤولية أن أحاول الدفاع عنهم وأبصر الناس بقضيتهم، ولم أسيء إلى أحد منهم. ضحيت كثيرا من أجل أن يكونوا بخير يعني، ولم أقدم أبدا أذى لأي أحد، ولم أهاجم أحد، ولم أخطئ في أحد، ولم أشتم أحد من الناس. ويعني كل ما فعلته لهم كان جيدا يعني. لا أدري لماذا يعني يتحدثون بحق بهذا الكلام الذي يعني أنا يؤلمني كثيرا يعني، كرجل حر، وكرجل لا يمكن أبدا أن يعني يقول مثل هذا الكلام او يقوم بمثل هذه التصرفات، وهو ابعد ما يكون تماما عنها يعني، وكما يعرفني اصدقائي المقربين يعني. ولا يهمك احمد، هذول شويه صيصان بيقاقوا بصراحه يعني. يعني مو بس مثل ما قلت الملحدين هذول، يعني انا اشك بالحادهم حتى يعني مثل ما بقولوا انه في مندسين كثير بالحاديه، وفي مين مرضى بكل معنى الكلمه، انه يشوفوا انسان نقي بهال يعني كاحمد حرقان، وبيجوا بشجاعه احمد حرقان، ويا ريت يكونوا هن بشجاعه احمد حرقان، يوصلوا لنصف ما وصل له احمد حرقان من القوه والشجاعه. وبصيصان بيقاقوا، يعني صيصان موجودين ليقاقوا على كل. يعني ما بعرف واحد شو يحكي فيهم يعني. ناس مرضى جايين طلعوا من الاسلام، اذا كانوا ملحدين طلعوا من الاسلام، جابوا اخلاق الاسلام كلها معهم، ودائما حروب مع فلان وعلان. وشفت انت الحمله شويه الصيصان اللي من فتره كمان حمله على البرنامج طلعت، واليوم هي في مجموعه كمان شد عليك نفس الحكايه. وهي الصحفيه هي مساويه حالها، ما بعرف شو صحفيه ولا كاتبه ولا شو هي يعني. على كل اصدقائي، طبعا صديقنا احمد هو مريض وما راح يبقى معنا اكثر من نص ساعه، فما تاخذونا، واحتمال يجي معنا الاخ جورج. دقيقه واحده جل اعود اليك، دقيقه واحده. اوكي احمد، اوكي. طيب اصدقائي، نحن موضوعنا اليوم موضوعنا عن اخلاق محمد. خلونا نشوف بالبدايه شو حكوا المسلمين في اسلام ويب.
كاتبين عن وأنك لعلى خلق عظيم. خلونا نشوف كيف بيشوف المسلم أخلاق محمد حتى نتفحص أخلاق محمد. وعلى فكرة هي ما هي هالحلقة الوحيدة، يعني راح تكون عدة حلقات عن أخلاق محمد لأنه بموضوع طويل. وبصراحة المشكلة أنه أخلاق محمد صارت مقدسة وهو القدوة الحسنة، ومثل ما شفتوا يعني القدوة الحسنة شو مخلف أمة في قمة الانحطاط. فهالأخلاق هي وأخلاقيا طبعا أنا عم بحكي في قمة الانحطاط، في الانحطاط أخلاقيا. لذلك مين هو القدوة الحسنة غير محمد؟ لنشوف أخلاق محمد. إذا أنتم محمد بهتت على المجتمعات الإسلامية بالكامل، وحتى الذين تخلصوا من الإسلام يعني يحتاجون إلى كثير من الوقت كي يتخلصوا من أخلاق المسلمين. أخلاق المسلمين صبغت المجتمع بكل طوائفه، وهي أخلاق عدوانية. محمد كان شخص بدوي بدائي عدواني مريض مختل قذر، منحط أخلاقيا وسلوكيا ونفسيا، وفي في أسوأ يعني المستويات. إفرازاته كلها الأدبية وما يسمى بالقرآن، وهو كتاب قذر أيضا. وهذه الأحاديث التي تنسب إليه وتردد على مسامع المسلمين إلى النهار مليئة بالترهات والأحقاد والحد على الكراهية. وفي النهاية يقول له، يشهد له المومس السماوي ويقول له أنك على خلق عظيم. يعني فهو فهو يعني الإله الذي يرقع الحور العين للمؤمنين كي يستمتعوا بهتك غشاء البكارة، ومتخصص في هذه القضية بنفسه شخصيا بيديه. يعني جدير بأن يدافع عن أخلاق محمد فعلا. يعني لابد أن يقول له أنك على خلق عظيم، مع أنه كان شتاما ولعانا وقليل الأدب وذو لسان طويل، وكان حقودا وكارها لكل الناس، وكاره خاصة الناجحين من البشر. وهاجم الوليد بن المغيرة لأنه كان يعرف أكثر منه، وشتمه وقال له يعني كلاما كثيرا جدا، وقال عتول بعد ذلك زنيم، يعني أنه ابن زنا وابن مومس، وقال أنه مازن الشام من ميم. وفي موضع آخر في سورة المدثر شتمه أيضا وشتم غيره، وقال في النهاية سأصليه سقر وما أدراك ما سقر أتبقي ولا تذر لوحده للبشر عليها 19 هيولعوا بالنار في الآخرة. يعني فكان محمد يلعب بالنار وكان دائما يعني، وكانت كل عباراته تهديد للناس الذين لا ينقادون له ويخضعون له لاستعباده الإجرامي. كان دائما يهددهم بالنار. يعني ولو أني كنت أحيا في زمن محمد يعني لكنت يعني وغيري من الناس يعني الموجودين حاليا لكانوا أخذوه من يديه إلى الشريفتين إلى أقرب مصحة نفسية، والإبر كانت تتكفل بالباقي في العضل اليومي. في العضلة اليومية اليسرى أو اليمنى تضع الحقنة تحقنه بها كذا فيصبح جيدا، يعني يهدأ ويستقر ويصبح نبيا جميلا، يعني نبيا هادئا يعني، وليس نبيا صاخبا شهوانيا هائجا طول الوقت على النساء وعلى الناس. يعني أنا أظن هو ما محتاج إبر، هو محتاج دفن مع معتقداته واخلاقه الى ابد الابدين. على كل انا بس كنت اقرا بعض الاسطر من اسلام ويب. في واحد كاتب عن محمد عمور: تفضل الله تعالى على نبيه محمد بتوفيقه لانصاف بمكارم الاخلاق ثم اثنى عليه وبذكر ما يتحلى به من جميل الصفات في آيات كثيرة من كتابه العزيز. ومن ذلك قوله تعالى: وأنك لعلى خلق عظيم، القلم 4. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله فقالت: كان خلقه القرآن. طيب برجع بيقول: وكان رسول الله صلى الله بطيخه قبل أن يبعث الله بالرسالة في الذروة العليا من الأخلاق الحسنة، صدقا وأمانة وكرما وحلما وشجاعة وعفة. يعني بس التوقف عن كلمة عفة وغير ذلك من الصفات التي يحظى بالإجلال والإكبار من حصل على واحدة منها، فضلا عمن جمعت له وتوفرت له فيه
وصدق رسول الله صلى الله حيث قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. طبعا عم بيقول شهادات أهل بيته في أخلاقه. لما أوحى الله إلى نبيه في غار حراء لأول مرة ورجع إلى خديجة رضي الله عنها أخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي، فقالت له رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الأكل وتكسب المعدوم وتقرأ الضيف وتقري الضيف وتعين على ثواب الحق. هي بالبخاري. وعن أنس خدمت النبي وتعين على نوائب الدهر يا جماعة، وتعين على نوائب الدهر. فكنت المهم أنا بدي أجي كمان على أبو سفيان. هو الأشياء كثيرة، يعني إنه أبو سفيان شاهد فيه شهادة كفار قريش بأمانته وصدقه. لما قامت قريش ببناء الكعبة قبل بعثة النبي، وفي هون الحادثة هي أنا يا ريت تفصلنا فيها شوي أخي أحمد. لما قامت قريش ببناء الكعبة قبل البعثة تنازعوا في رفع الحجر الأسود إلى مكانه، واتفقوا على تحكيم أول من يدخل عليهم الباب، فكان أول داخل رسول الله، فخرجوا جميعا وقالوا جاء الأمين، جاء محمد، وقد كانوا بالقبول يلقبونه بلقب الصادق الأمين لما يعلمونه في أمانة، لما يعلمونه في أمانة وصدق. وثبت في صحيح البخاري أن صلعم لما نزل عليه قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، الشعراء 214، صعد إلى صفا فجعل، طبعا هي لما قال له أنه جابوا لهب وقال حكى معه. على كل شو رأيك بس قبل البعثة إنه كانوا يلقبوه الصادق الأمين؟ نعم، يعني لابد أن يعني ترد هذه مثل هذه الأخبار. يعني كل هؤلاء الدجالين وعلى مدى التاريخ كان لهم الأبواق وكان لهم القوادين وكان لهم الأشخاص الذين يسعون في نصرتهم بكل الوسائل، ومنها الكذب والتلفيق. ومن أين أضمن أنا أنه كان الصادق الأمين ولم يكن المختل المجنون؟ أليس هذا الرجل هو الذي ترك لنا هذا التراث المليء بالدموية والإجرام والكراهية والقتل والسرقة والنهب والسطو على الناس؟ من أين يأتي يعني الصدق والأمانة؟ أين هي الصدق وأين هي الأمانة في أمة أقامت حضارتها ومجدها كله على التلصص وعلى سرقة الأمم الأخرى وغزوهم، وإخذوا تغنموا بنات بني الأصفر، يغزون ويأخذون الأموال ويغنمون النساء وينتهكونهن ويستعبدوهن جنسيا ويأخذوهن من أطفالهن ومن آبائهن ومن أمهاتهن ومن الأسر ومن الأزواج أيضا. وفي النهاية يقول الصادق الأمين. يعني تبا لهذا الصادق الأمين، يعني وتبا لكم يعني. صادق أمين يعني بصراحة هلا لو كان قبل البعثة صادق الأمين، كيف ممكن صادق أمين يتحول بعدين يطلع لك حديث المعاريض؟ وحديث المعاريض معروف، يعني إذا الشيخ الحيواني هذا أو العصا الحواني بسموه، يعني شرح عن أحمد بن حنبل واقعة، يعني أي مختل عقليا احكي له الواقع بدي اقول لك هذا كذب صراح. يعني اي مختل عقليا يعني انسان لا يفقه شيئا مختل عقليا، يعني بعدين احكي له الواقع بدي اقول لك هذا كذب صراح. يعني لا قيمة لكل هذه النصوص في النهاية. في الحقيقة علم الحديث ما هو إلا هراء وخيبة ثقيلة. علم الحديث ما لا يساوي المداد الذي كتب به الحبر، خسارة في هذا الكلام الذي كتب، هذه المصنفات وهذه أبيات الشعر كلها التي صنفت في علم الحديث، وهذه المتون والمجلدات وكل هذه لا خسارة فيها الورق وخسارة فيها الحبر وخسارة فيها الوقت أيضا. علم الحديث ما هو إلا علم الهراء والخيبة. يعني تصنيف الناس على أن هذا صادق وهذا كذوب وهذا ثقة وهذا ضابط وهذا ضابط جدا وهذا متنيل على عينه، كل هذه أحكام مطلقة غبية لا يمكن أبدا. ليس هناك أجهزة لنضع الناس عليها لتجزم تماما إذا كانوا صادقين أم كاذبين. إن كان الناس الآن اخترعوا كتاب أجهزة كشف الكذب ولا يلجؤون إليها
لاخذ احكام مطلقه بالمناسبه، يعني ده بيستخدموها في احكام نسبيه ولا يجزمون بصحه نتائجها. لكن في هذا الزمان المتقدم جدا والذي كان المتاخر، يعني المتقدم يعني قديما جدا، كانوا لا يملكون ابدا لا جهازا لكشف الكذب ولا كذا. كل ما كانوا يملكون يعني بعض الابل والغنم، والمحظوظ كان يملك فرس يركبه. في النهايه فلان صدوق وفلان كذا وفلان كذا، يعني كل هذا كلام، وكل المصطلحات التي كتبت فيه كما قلت لك كلها يعني لا تساوي شيئا بالنسبه لنا. فاي مسلم ياتي يحتج بحديث اصلا يقول صادق امين مش صادق امين، اي مسلم ياتي يحتج بحديث مبني على هذا العلم وهذا الاسلوب العقيم في التوثيق، كل هذه حاجه مرفوضه تماما. يعني يتكرم فيأخذها ويضعها في جيبه، يعني وإن كان يود أن يقرأ البخاري ومسلم والقرآن فليقرأه في زاوية ما في مكان ما دون أن نسمعه، لأننا لا نحب الضوضاء. بكل تأكيد يا أحمد، بكل تأكيد. يعني مثل ما قلت علم بسموه علم، يعني للأسف الشديد هالوراء هذا اللي أنفقوا أوقاتهم، يعني مجلدات كتبت. يعني شوف حديث البخاري ولا مسلم ولا بطيخي، يا رجل إذا بدك صفهم كلهم بيعبوا شوارع بكاملة. طيب منين جابوا هالوقت هذا اللي كتب كل هالهراء هذا وبسموه علم؟ لك اي علم عن اي علم عم تقرا؟ هل هالهراء بسموه علم؟ احمد بس بدي بشانها بهالناحيه اي تفصيله هيك، اذا تحكي لي عن حديث المعاريض، شو هو حديث المعاريض؟ نشرح على الشباب اللي عم تتابعنا، تفضل. يعني المعاريض هي احتيال على الكذب، يحرم الاسلام ظاهريا الكذب، وطبعا يعني يستخدم يحلل اسلوبا ما في التعامل مع الاعداء ومع الاشخاص الذين نود ان نكذب عليهم لمصلحه ما. هناك رخص بالكذب معينه يعني. فيلجؤون اولا للمعاريض، يعني بدلا من ان تكذب مباشره تكذب بطريقه يعني تكذب في نفسك. يعني مثلا هل هذا الكوب لك؟ مثلا انت تقول انه لي، ولكن تقصد في نفسك ان كوبا اخر غير هذا الكوب الذي يشير اليه، فتقول الكوب لي، وهو يقول لك هل هذا الكوب لك؟ فانت تقول له نعم الكوب لي، وانت تقصد في ذاتك ان كوبا اخر هو الذي لك. فاهمني؟ فهذه هي المعاريض. بالضبط. انا بس بدي اشرح شوي، احكي في الحيواني هذا اللي حكى قصة عن ابن حنبل، هذا ابن بطيخ، انه يعني شوفوا الكذب، كيف الاسلام ترخيص الكذب. يعني هذا دين، اذا ما كان دين الشر دين الشيطان لا يرخص بالكذب. واحد مدين شخص ثاني مصاري فلوس، بده يطالب بمصراته. يعني الزلمه انا دينتك فلوس كفرت يعني. فالمهم رايح يطالبه بمصاري، الزلمه عرفان انه بده يجي لعنده، راح على الجامع محل بقى احمد بن حنبل موجود، قال له يا شيخنا احمد بن بطيخ انقذني، في واحد دينت منه مصاري ما معي اعطيه وبده مصراته. قال له ادخل لجوا. قام اجى الزلمه على الجامع سال، طلع له احمد بن حنبل. ابن حنبل شلون طلع من القصه؟ يعني فهلوي الزلمه، طبعا كله على الشريعه الاسلاميه، على قولة العرصه وجد غنيم، كله بالشريعه. فقال له فتح كفه، قال هداك سأل على صاحب المدة اخذ منه مصاري، قال له فلان هون، قال له فلان هون، وقصده انه فلان بايده، طبعا ما هو بايده، اكيد ما هو بايده، هو بالمسجد جوا. هذا يقصد ابن حنبل. فالزلمه ايش فهم؟ انه زلمه جليل وشيخ، فما معقول يعني يكذب. ففهم انه هل الشخص هذا موجود بالجمع؟ قال فهم انه لا. يعني شوفوا اللف والدوران. وعلى كل حال في فيديوهات للشيخ حسان والشيخ الحويني، روحوا شوفوها. وحديث المعاريض بس حطوا بجوجل او باليوتيوب حديث المعاريض للشيخ الحويني ولا حسان ولا الشيخ يعفور ولا كل هالبهائم هدول، بيشرحوا لكم اياه بشرح مفصل كيف تكذب يعني. وغير في حديث اخر انه يمكنك الكذب في ثلاث تصلح بين الناس، الكذب على زوجتك، كذب بالحرب، وكذب يعني دين قائم على كذب. هذه اخلاق محمد،
هذه وحده من اخلاق محمد. بدي يعني بصراحه نحن لسه ما دخلنا القران اخي احمد. طبعا اخونا احمد بعد 5 دقائق بده يعيفنا. راح بس ناخذ منه تفصيلي عن حديث زلمه محمد كان قاعد بين اصحابه، عدت وحده اشتهاها. يعني شوفوا الاخلاق العاليه، شوفوا العفه، مثل ما قال هذا الحمار هذا اللي كاتب عن محمد، كان في قمه العفه. شوفوا العفه، اسمعوا العفه يا شباب. قاعد مع اصحابه، عدت وحده شافها عجبه اشتهاها. ايه، ولعت معه الحكايه. الزلمه قام عاف اصحابه وراح لعند وحده من زوجاته، نكحها، عمل شغلته ورجع لهم. قالوا له يا رسول الله رأيناك فعلت كذا. قال والله فعدت فلانة، لا وسماها عدت فلانة، وتحركت الحكاية معي، فرحت نكحت واحدة من أم المؤمنين، أمهات المؤمنين، يعني أمهاتكم يا مؤمنين، ونكح واحدة من أمهاتكم ورجع، وهكذا افعلوا. لكن المشكله في اخر الحديث يقول فان المرأة تقبل في صوره شيطان وتدبر في صوره شيطان. يعني ليس هناك مشكله ان ينكح من شاء من امهات المؤمنين، يعني هي المشكله نفسها هو اصلا ان يكون الرجل له قطيع من النساء، هذه مشكله، لكن هذه يعني دي مشكله مستقله. لكن المشكله في هذا الحديث تحديدا هي انه قال ان المراه تاتي تقبل في صوره شيطان وتدبر في صوره شيطان، فكأن المراه يعني فكأن الرجل يعني هائج دائما وشبق طول الوقت، واي امراه تغريه وليس هذا فحسب، ولكن له يرجع الخطأ على المرأة نفسها مع أنها كانت محجبة يعني. فهذا الشيطان المحجب يثير محمد للأسف الشديد. بالضبط. أنا بس يعني هون في نقاط كثيرة بهالحديث أحمد، صح. يعني وصف المرأة بالشيطان وأنها يعني، وجعل الرجل كأنه وحش يعني مترصد أي امرأة أي أنثى، مع أنه محجبة على الشريعة، مسلمة هي أكيد يعني. ف يعني في أي لحظة ممكن يقوم وينط على المرأة يعني. فالحديث هذا فيه 50,000 علة بعلة يعني، ما عدا أنه عنده قطيع من النساء، ما عدا أنه ترك أصحابه في، يعني معقول الواحد قاعد بين أصحابه يعيفهم ويمشي ومشان يقضي شهوته؟ شو يا هذا حيوان، هذا ما بقدر معقول إذا كان شبقا جدا مثل محمد، لا أدري ماذا كان يأكل هذا الرجل. بالضبط. يعني معقول يعني هلا يكون انا قاعد مع احمد ورياض وهالشباب الحلوه، قاعد هيك وعدت واحده والله عجبتني، اعيث رفقاتي والله اروح شو بدي امارس الجنس مع احدى زوجاتي بعدين ارجع لكم؟ لا. والاوقح من هيك انه انا فعلت هيك، بقول لهم وهكذا افعلوا. يعني كونوا بهالوساخه هي، يعني ما تهتم لاصدقائك، ما تهتم. المهم اذا قامت معك الحكايه كيف واحد يوصف احمد كيف؟ الصوت عندك الكتم، فأنت بتسأل كيف واحد يوصف هذا. يعني هذا رجل وغد يعني، يعني الوصف اللائق به وغد، كلمة من حرفين يعني وغد. وهذا التراث الذي تركه لنا نحن نكتوي بناره، والمجتمعات تتوحش بسببه. المجتمعات متوحشة، أصبحت متوحشة بسببه. الكبت والأمراض النفسية والعقد النفسية التي لا تنفصم أبدا، والتي لا يمكن أن حتى يقضي عليها الزمن نفسه، والتي نعاني منها حتى بعد ما نترك هذا الدين كل هذا بالإضافة إلى أسوأ الخطايا في العالم، وهي الجهل. بالنسبة لي الخطيئة الكبرى التي ممكن أن يرتكبها الإنسان في حق نفسه وفي حق الآخرين هو أن يكون جاهلا، وأن لا يسعى إلى التعلم. الدين يسفه العلوم تسفيها كبيرا، وينسب الفضل كله والشرف للعلم الشرعي، ما يسمى بالعلم الشرعي، أي أننا يجب أن ندرس هذا الهراء المسمى بعلم الحديث مثلا، أو هذا الهراء المسمى بعلوم القرآن، وهي علوم يعني مرادفة تماما لعلوم القراء، يعني كأنك، ولا علوم القراء مهمة أكثر يعني لأنها تعتمد على تحاليل وأشياء علمية. لكن هذا الكلام
كله لا قيمة له، تضيع فيه الأعمار، ونترك في الآخر المجتمعات جاهلة تكتوي بنار الجهل. ولا شيء أسوأ من الجهل، لا شيء أسوأ من الجهل. شكرا احمد. احمد انا بعرف انت تعبان ومريض وعدناك نص ساعه ونص ساعه، يعني انا بتمنى صحتك ترجع بسرعه مثل ما بقولوا، وتكون معنا على طول الخط. بتشكرك كثير، ويعني التقيك في حلقات قادمه. لك وشكرا لسعة صبركم، وشكرا لمشاهديك الكرام جان، ونلتقي بكم من هذا المنبر مرارا. ويعني هذا ليس آخر اللقاء، ولن يكون يعني آخر اللقاء أبدا حتى أموت. حبيبنا احمد، حبيبنا احمد، وطبعا انت انا برفع راسي فيك صديق، ولا تأبه لهالصيصان اللي يقاقون. هم الصيصان ما بيقاقوا الا على الانسان الناجح اولا، والانسان النقي، والانسان اللي متفوق عليهم، واللي هن ما قدروا يساووه اصلا، وما قدروا ينطقوا فيه، وما وصلوا لربع جرأة احمد حقان. فلا تهتم لهالصيصان هذول، وانا متأكد كلهم ينظرون لك، وكل أنا يضايقني أكثر مش شايف هذا الموضوع جان، أن الأمر لا يتعلق بي وحدي، يعني كان يتعلق بأهلي السابقين. يعني كنت متزوجا، أنا انفصلت عن زوجتي يعني منذ مارس الماضي، ولكن هذا الرجل ما يفتأ يهاجمني، يهاجم زوجتي في يعني في شرفنا يعني. وأنا لا أدري لماذا يعني تحديدا يصممون إيذائي في التي كانت زوجتي. يعني أنا حتى نحن انفصلنا يعني وحتى وأنا لن أتزوج مرة أخرى. أنا تعبت من كثرة ما استهدف الناس زوجتي، يعني بالحديث السيء والتطاول والتحرش اللفظي والتحرش الجنسي. زوجتي عانت كثيرا جدا جدا، ويعني وذاقت الأمرين. لما كنا في نقطة الشرطة تحرشوا بها أمامي، إذلالا لي ولها، فقط لأننا ملحدين. لم أستطع، كنت مكتوف اليدين، لم أستطع حتى الدفاع عنها، كنت مكبلا مقيدا. كانوا يضربونني وكانوا يضربونها وفي بطنها، وكانت يعني حاملا وأجهضت. ليس هناك أي واحد من الذين يهاجمون زوجتي هذه السابقة الآن ويهاجمونني يستطيع أن يقف بشجاعة كما وقفت هي أمام ضابط الشرطة وقالت له: أنا لست مسلمة ولا يشرفني أن أكون مسلمة. قالت بالمصري ببلاد مصر، قال لها: أنت مسلمة؟ قالت له: أنا مش مسلمة وما يشرفنيش إن أنا أبقى مسلمة. قالت له كده. فمفيش ولا واحد من الجرذان دولت ولا دي كان يجرؤ أن يقف أمام الضابط ويقول هذه الكلمة. لم يفعل. هذا الرجل الذي يسمونه شومان، هذا الذي يدعي الثقافة والعلم، في حلقة دريم التي خرجت أتحدث فيها عن الإلحاد، رشحوا لي بعض الأصدقاء الذين كانوا يعني يظنون أنه يعني رجل مثقف وما إلى ذلك. أنا اتصلت به وقلت له: أخرج بدلا مني وتحدث، وأعطاني الكلمة، واتفقت مع إعداد البرنامج على أنه هو الذي كان سيتحدث. لكن في اللحظة المناسبة اختفى، أغلق تليفونه واختفى. خاف أن يخرج ليقول ما قلته أنا مع سالم عبد الجليل على الهواء. هو يحقد ولأجل أنه يحقد على ما ظنه يعني حبا لي من قبل الناس، قرر ان يوجه ضربته ليس لي ولكن لزوجتي. يعني لا، انا ملحد اخلاقي جدا وغيور جدا على اهلي، وكانت يعني غيور، واحتفظت بالغيره الشديده عليهم. وايضا زوجتي حتى هذه لم تعد زوجتي لي حتى تهاجمها، يعني اكتفي هاجمني انا، يعني هاجمني انا، وانا لن اتزوج مره اخرى حتى لا تكون مرة أخرى، حتى لا يكون لي أيضا نقطة ضعف أو شيء بهذه الطريقة. يعني أنا سئمت من كثر الاعتداءات علينا، يعني سئمت. هم بصراحة لا يعبرون إلا عن أخلاقهم، يعني ما في غير الوضيع اللي هاجم بشرف الإنسان. وطبعا نحن كلنا شرقيين، يعني فبنعرف الوجع لما الانسان يهاجمك بشرفك، وهن قليلين شرف، لو هن فيهم شرف اصلا ما كانوا هاجموا الاشخاص بشرفهم. شرقي يا جان واخلاقي يعني ايضا. لا يعني انا لا اقر الخيانه الزوجيه ابدا، ولا اقر ولا استطيع، يعني لا اتقبل ولا استطيع ان اتقبل هذه العلاقات المفتوحه مثلا او هذه الامور. انا انسان احترم الزواج واقدسه جدا حتى بعد ما تركت الاسلام واصبحت ملحدا. اذا ما اتفق الانسان مع امراه ما على انهما سيبنيان بيتا واحدا ويقيمان اسره، فهذا المكان مقدس لا يجب ابدا ان يمس، ويجب ان تكون الحياه مستقره، ويجب ان يكون الانسان
يعني محبا لزوجته ولا يرى غيرها، لكي يعني يعيش الإنسان حياة جميلة. وأعتقد أن الإنسان إذا نظر إلى غير زوجته يعني وتوسع في العلاقات وما الى ذلك، انا لا استطيع ان اقوم بهذا، ولا اعتقد ان هذا الشخص يكون جيدا. يعني لا استطيع ان اقول انه انسان جيد. يعني الانسان الجيد يكتفي ببيته واسرته، يحنو على اولاده ان كان له اولاد، يهتم بهم يربيهم، يعيش مع زوجته حياه جيده، يتفنن في انجاح هذه العلاقه حتى اخر لحظه في حياته يعني. بكل تأكيد بكل تأكيد أحمد، أنا بشكرك. ويعني الندل هذا شومان هذا بصراحة، القازورة هذا ما بعرف كيف يعني. واللي بده يهاجم بيهاجم الإنسان بفكره، بيهاجم الإنسان. هاجم فكر أحمد حرقان، هاجم ما يقول أحمد حرقان. أنا لا أعرفه جان، يعني لم ألتقي به في حياتي أبدا. المرة الوحيدة التي كلمته فيها حين اقترحوا علي شباب، قالوا هناك رجل يكتب على الفيسبوك وهو متكلم وشجاع ويستطيع أن يتحدث في التلفزيون يعني. فأنا قلت له، يعني كان هذا أول لقاء تلفزيوني لي ولم أكن أدري هل سأوفق فيه أم لا. فقلت أنا يعني أقدمه وهو يتحدث للناس أفضل، ثم إنه أكبر مني سنا، فسيكون يعني ربما هذا يعني يجعل الكلام اكثر قبولا لدى المشاهد. ولكنه وان كان اعطى الناس كلمته بانه سوف ياتي الى الاستوديو في الوقت المناسب، لم ياتي. وكانت هذه اخر عهدي بهذه الشخصيه التي لا اعرفها ولم التقيها، ولم يلتقي زوجتي ولا يعرف اي من اصدقائي المقربين. فكيف اصلا يعني ما هذه الخيالات المريضه التي يبثها على الناس؟ ما هذا الكلام الذي من اين له بهذا الهراء الذي يقوله؟ يعني من اين له بهذه التهم؟ يعني ما هي الادله؟ هل يعرفني؟ هل قابلني مره؟ هل قابل احد من اصدقائي؟ يعني انا بصراحه هيك ناس انا ما اقول الا انه واحد صلعمي قذر اخذ اخلاق نبيه محمد ويطبقها على ارض الواقع يعني. انا عارف ان شومان ليس ملحدا، وعارف انه رجل مختل، يعني شخصيه مضطربه هستيريه، والاطباء النفسيين يعرفون هذه الشخصيه ويعرفون سماتها، وانه يعني دائما يمارس الاسقاط ويسقط امراضه على الناس، ويمارس الكذب والتضليل وما الى ذلك. واعرف انه دخل الوسط الحالي كي يعني ظن انه مخور كبير مثلا، وظن انه سيفضل، وصدم لما وجد الملحدات اخلاقيات. هو شخصيا حاول في الرسائل على الفيسبوك ان يتقرب من زوجته، وجه لها رسائل كثيره غير لائقه، ولما صدته اعتقد انه قام بهذه الحمله يعني. ثم انه حتى بعد ما طلقت زوجتي في مارس ارسل لها معتذرا وقال ان ضميري يؤنبني بسبب ما قلت في حقه. وهي ساعتها قالت انه ارسلت لي رساله وقالت انه يعني استغل فرصه الطلاق، فانه يتقرب ايضا اليها مره اخرى. هذا الشخص ليس انا لا اعني هذا، يعني هذا الشخص لا يعنيني، ولا لا اعني بكلامي ولا اوجهه له. يعني انا حزين فقط من اجل هؤلاء الناس الملتفين حوله، والذين يعني ويظنون انه ملحد وانه مفكرا، ويعني يصدمني ما يكتبون ويصدمني تصديقهم له، وكانه قدم لهم ادله دامغه مثلا، وكانه قال كلاما يمكن سماعه او اقراره. اين النخوه؟ يعني اين الشهامه؟ يعني اين الشهامه؟ يعني هل ستجد انسان بريء في موقف مثل هذا وتسكت او تجامل او تضحك او تصدق كالابله بدون ان تبحث عن دليل؟ اين الشهامه؟ اين انت؟ اين عقلك يعني؟ بكل تأكيد أحمد، بكل تأكيد. يعني بصراحة يعني ما هن الوحيدين. أنا هذا الشيء اللي يزعجني بصراحة، أنه الشباب اللي مسمين حالهم ملحدين، طيب بدون ما يبحثوا عن أي شيء يرقدوا وراء هراء. يعني مثل ما صار بالحملة هي ضد البرنامج. يعني كم شخصية وهمية، أكاونتات وهمية بصلاعنة داخلين بأكاونتات وهمية، أكاونتات ملحدة. وكم من الملحدين للاسف واصدقاء. يعني طب يعني كيف انت متابع وصديق وبتعرف وحاكين سوا وحيط لي لايك؟ يعني ما بتفكروا لما بتشوفوا المنشور هذا؟ واحد يفكر يا جماعه قبل ما يحط لايك ولا يسوي شير، يعرف شو مكتوب اصلا يعني. ولا بس المهم بنحط لايك ونشير وهالحكي الفاضي هذا؟ يعني اين عقولنا يعني؟ على كل احمد، انا ما بدي اتعبك معنا اكثر من هيك. شكرا كثير لك حبيبي، واكيد رح نلتقيك في حلقات قادمه، وممكن تحكي اللي بدك اياه، وانا بعرف انك تعبان
ومريض، فبشان هيك اقدر وضعك يعني. شكرا كثير لك. شكرا جزيلا جان، شكرا لسعة صبر مشاهديك، شكرا لك. شكرا حبيبي، شكرا، مع السلامه، مع السلامه. طب اصدقائي، انا بدي نشوف المقال اللي انكتب ضد البرنامج اليوم. صراحه انا دقيقه واحده اطالع واقرا المقال ونشوفه سوا، على كل حال نشوفه على الشاشه سوا. يعني ما بعرف ليش الناس هي، يعني اقل شيء بنقول مختله يعني، اكثر من هيك ما في. كل نهارين ثلاثه بيطلع لنا صلعمه وصلعوم جديد بده يهاجم ويهاجم. شو قصه يعني؟ ما في غير برنامج الجهر بالالحاد، ما في غير الجهر بالالحاد، صفحه الجهر بالالحاد. يعني ما برامج كثيره، برامج خصوصا برامج يعني البرامج الحاديه يعني كثيره وكثرت. يعني ليش بالضبط يعني؟ طيب خلونا اسوي شير للسكرين ونشوف المقاله سوا ونقراها سوا. هاي المقاله هون في عم كاتبه هبه النادي، تكتب: قف ضد الجهر بالالحاد. هاي الشخصيه عم مبتسمه كمان على خيبتها. الذي دفعني اليوم للكتابة عن الإلحاد بمعناه الواسع هو رفض الاعتقاد أو الإيمان بوجود الإله، مع يقيني أنه ضد الفطرة. يعني رفض الإيمان لوجود الإله هي ضد الفطرة. يعني الفطرة، الولد بيطلع من بطن أمه آمن، بقول لا إله إلا الله، ما في بيعرف إنه في الله. شوف الحكي يعني كل جملة لازم وأنه ظاهرة وفقاعة ستزول بزوال سببها. شو الأسباب؟ هي راح تذكره أكيد. يعني بداية دعونا نتفق جميعا على أنه لا إكراه في الدين. سلام، يا سلام، هلا راح نشوف لا إكراه في الدين. فقد قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. البقرة 256. جيب لنا كمان شوي من سورة العجل، ولا سورة التور، ولا سورة الجحش، كمان حيوانات. فلم يكره الله ولا رسوله أحدا على دخول فيه. يا السلام، لم يكره أحدا، بس قال يعني قاتلوا حتى يؤمنوا حتى يكون الدين كله لله ولبطيخه. قال تعالى، قال روح مو تعالى: فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هي يونس 99. وقال تعالى: لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يا سلام، سورة هود 117. ولم يمنعنا الإسلام من التفكير في الدين، بس قال لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسأكم. قال يعني شوفوا الوضاع، يعني الندالة لأي درجة. لم يمنعهم الإسلام من التفكير، بس قال لهم، يعني هو بس قال لهم إنه إذا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسأكم. فقد جاء في أكثر من آية في القرآن أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يا سلام، كلكم مفكرين مسلمين، كلهم عباقرة، ولا من توجيه الأسئلة عما نجهل. ففي كتابه العزيز قال: وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه البقرة 30. فسؤال الملائكة هنا ليس كما يفعل الملحدين الذين يسألون نفس الأسئلة فتدفعهم للإلحاد. لماذا قد يخلق الله البشر على الأرض لينشر فيها الفساد ويريق فيها الدماء لتكون أكثر المخلوقات إجرامية على وجه الأرض، في حين كان في إمكانه الاحتفاظ بالمخلوقات المسالمة التي تمجده وتعبده ولن تكون بأي درجة أكثر إجرامية مما قد يكون الإنسان. طيب يعني تعرف هالشيء هذا، تفضلي.
فعن أبي عباس وابن مسعود أن الله تعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا، فسؤالهم الاستعلام واستكشاف عن الحكمة، فتقول الملائكة يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أنهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي نصلي لك. حوار الملائكة كان سببا في إسلام جيفري لانج قائلا إن أسلوب كتابة القرآن أسلوب فريد، فقد اعتمد على أسلوب الحوار. يا سلام، يا سلام على الحوار الموجود في القرآن، يا سلام على الحوار الموجود في القرآن. وتسلسل الآيات يدفعك للتعجب والسؤال، ومن ثم تجد الإجابة بعد أسطر قليلة. يعني مثل وانكحوا إن خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى فانكحوا. يعني شوف التسلسل الحلو والجميل والتناغم بين آيات القرآن. يعني فكان كل ما يعرفه خلال ومن ثم تجد الإجابة بعد أسطر ليكتشف لأول مرة سبب وجوده على الأرض. يعني قرأ القرآن واكتشف سبب وجوده من حوار الله مع الملائكة والشيطان عن جعل آدم خليفة الأرض. فكان كل ما يعرفه خلال المسيحية أن وجود الإنسان هو بمثابة عقاب له لتطهير من آثامه التي ولد محملا بها. فالحوار بمثابة منارة له للتعرف على الإسلام. دين الحوار يا جماعة، أسلموا أسلموا. جيفيري يقول أنا لم أترك المسيحية من أجل الدخول في الإسلام، بل تركت الإلحاد لأصبح مسلما. اسمعوا يا ملحدين، ترك الإلحاد لحتى يصير مسلم. فيتضح هنا أن الإسلام لم يكره أحدا على دخوله، لذا كان لابد من التشديد على من يريد الخروج منه ليعلم الجميع قوة هذا الدين وأنه لا يقوم إلا على العقيدة والإيمان، فهذا فهما أساسا وجود الدين. لذا لن نسمح. شوفوا، كان أول شيء بالبداية لا إكراه في الدين، هي العورة هبة أفندي كان لا إكراه في الدين. هلا نسمع التهديد بقى. لذا لن نسمح لأحد أن ينال من الدين. وحينما نرى الجهر علنا بالردة في جماعة تسمى الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا، الجهر بالسوء في نظر الإسلام هو جريمة كبرى. يعني الجهر بالإلحاد نحن جريمة كبرى. لذلك بشان هيك كان يعني بالبداية لا إكراه في الدين، وهلا شايفين لن نسمح. لك طز فيكي وفي نبيك العرصة إن سمحتي وإن ما سمحتي يا شو بدي أسميكي. بدي أقول لك خرية أنت ونبيك، وإن كنتوا بالفعل قادرين أقفونا عن حدنا. لن نسمح. الجهر بالسوء في نظري هو جريمة كبرى. نحن عم نجهر بالسوء، عم نقول لك الحمار ما بطير يا فهمانة، هذا جهر بالسوء. عم نقول لك تقطيع الأيادي ما بيجوز، ما بيجوز نسميك عورة أنت إنسانة، هذا السوء، ما هيك؟ على كل وين وصلنا؟ لأن خطر على شخصية المجتمع وكيانه المعنوي، لأنه كفر بعد إسلام. يعني خطر على شخصية المجتمع. تصوروا خطر على شخصية المجتمع المنحطة اللي كله نصب واحتيال وكذب وكل أمراض البشرية موجودة في هالمجتمع النجس هذا خطر عليه. يعني نحن لما بنقول لهم معاريض وأخلاق محمد لما تجوز 9 بنت عمرها 9 سنين وفاخذها لما كان عمرها 6، هذا كله خطر. يعني هذا كله أشياء جيدة ونحن عم نساوي الأشياء القبيحة. على كل وكيانه المعنوي لأنه كفر بعد الإسلام وترك الحق بعد معرفته، ومن فعل ذلك فهو عضو فاسد يجب بتره. شوف مع النجاسة بتره وتخليص المجتمع من مفاسده. فالدين هو الأساس، أما الإلحاد هو إلا عرض طارئ وأمراض متطفلة.
يعني لو لم تكوني أنت عرض ومرض وكلها لما يعني ما كان شفنا مجتمعاتنا التافهة هي وصلت لهالمرحلة من الانحطاط. ومن هنا أناشد كل المتخصصين باقتحام ما يسمى الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. كيف يعني بدك تقتحمي؟ يعني في عندك مخابرات، يعني انتم متعودين على الاقتحام، مسألة الاقتحام شوفوا على الألفاظ، المصطلحات الجهادية، اقتحام، والرد عليهم في كل جزئية. وعلى أساس نحن قاعدين، نحن برنامج الجهر بالإلحاد ولا صفحة الجهر بالإلحاد، نحن نعطي فرصة للناس إنه تقول نحن ملحدين وتطرح أفكارها. يعني نحن ما عندنا أفكار عم نطرحها، ما عندنا نظريات، ما عندنا شيء، نحن عم نفتح المجال للناس تحكي. هي القصة. أنا ماني رجل مثقف، أنا إنسان عادي، أنا ما أملك غير الشهادة الابتدائي. أنا أعطي للناس، أشوف أفرجي المجتمع في شريحة اسمها الملحدين، تعالوا يا ملحدين تكلموا وقولوا أفكاركم. الناس عم تحكي، يعني كيف بدها ترد على الجهر بالإلحاد؟ يعني ما يسمى باقتحام والرد عليهم في كل جزئية. ولا نقف مكتوفي الأيدي، نمصمص الشفاه على جيل نحن، مصمص الشفاه على جيل نحن سبب في ضياعه. ما هيك اكثر من هالضياع الموجود يا فهمانه؟ اكثر من هالضياع. يعني شو الضياع برايك؟ يعني اكثر من هالضياع، الناس عم تقتل بعضها بالشوارع. اكثر من هالضياع هذا اللي سببه الاسلام، سببه هالقران النجس هذا. في نمصمص الشفاه على جيل نحن سبب في ضياعه. نبعد عن التشدد ونحاول علاج الملحدين. يا سلام، بالرقية، عالجونا بالرقية. فهم مرضى تحت مسمى أزمة الانتماء الديني. نحن مرضى، يعني اللي بيؤمن انه الحمار بيطير هو الصح، ونحن اللي بنؤمن بالعلم مرضى نفسيين. يفضل علاجهم نفسيا. فأغلب الملحدين شديدي الذكاء لدرجة أنه يوهمك أحيانا بأنه ليس للظروف المحيطة به سبب في كفره، ولكن مع السؤال عنه وعن الأسرة التي تربى فيها تجد أن بها خللا، ثم يتم مواجهته بالحجة وتزال عنهم الشبهة. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. العجل 217، قصدي البقرة، سوري. وفي الحديث الشريف أمر مباشرة من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. شكرا لك. من بدل دينه فاقتلوه. أنت بدأت في لا إكراه في الدين، وانتهيتي من بدل دينه فاقتلوه. شوفوا يا شباب، هذا هو الإسلام. بدأنا ب لا إكراه في الدين والسوفت، بعدين أمراض، وبعدين من بدل دينه فاقتلوه. إن كنتم رجال تعالوا اقتلون، إن كنتم رجال. والطز فيكم وفي دينكم وفي لحية نبيكم محمد العرصة الكبير محمد نبيكم. على كل أصدقائي، أنا راح أفتح سكايب ويظهر سكايب بده يعمل لي مشكلة. أول شيء سكايب أنا راح أفتح السكايب وأتمنى اتصالاتكم، وراح أشوف شوية التعليقات، وبتمنى ما أشوف الشتائم. يعني أنا أتمنى ما أشوف الشتائم حتى لا أستفز يعني وأشتم نبيكم مرة أخرى. يعني أنا ما راح أشتم غير نبيكم، اشتمونا كما تشاءون، لكن سأشتم نبيكم في حال شفت أي شتائم. يعني أتمنى سكايب ما يخجلنا. طبعا أنا كنت متوقع يجي الدكتور جورج معنا، أنا بجلدة الحنفية بأبي هو وأمي، ولكن يظهر مشغول. لا تخجلونا يا جماعة، يا سكايب ما تخجلناش بقى.
يظهر سكايب بده يخرجلنا يا شباب. اسف انا الغلطان. طيب أصدقائي، أنا فتحت سكايب وبتمنى طبعا تتصلوا فينا وندردش بموضوع أخلاق محمد، مواضيع كثيرة بصراحة يعني انطرحت، الرد على هالعورة اللي كتبت لنا هالتفاهات هي بدها تواجه. بدأت ب لكم دينكم ولي دين، وانتهت بمن بدل دينه فاقتلوه. على كل بس بدي افتح اليوتيوب واشوف التعليقات. انا اتمنى مشاركاتكم طبعا. لحظة. اليوتيوب. مهم. طيب جانو حبيبنا جانو اسمعك جانو. جون اسف. اهلا حبيبي جانو. اهلا وسهلا، يا ريت علي صوتك. المهم انا طارق من اسبانيا. طارق انا بصراحه يعني اسف كثير طارق، يعني المكتوب عندي جون، فمباشر مخي بيشتغل على جون يعني. ولا يهمك الاسم ليس مهم. صحيح. اكيد يعني نبي الاسلام، يعني لو حكيت يعني تعاليم نبي الاسلام وحياه نبي الاسلام على مسلم، لكن دون ان تقول له ان هذا هو محمد، فقال لك انه رجل شرير. بالضبط. يعني لناخذ مثلا حياه محمد ونبدا في رؤيه ماذا فعل وما هي تعاليمه. تجد ان هذا الرجل اغتال اناسا لم يؤذوه، فقط كانوا معارضين سياسيين، ربما هاجوه شعرا، لكن هذا لا يجعل انهم يستحقون الموت، مثل ام كرفة ومثل المراه التي ارسل ذلك الاعمى والذي قتلها بين اولادها، والذي قال عنها انه لا يتناطح عنها عنزان. كعب بن الاشرف اظن. لا سوري امراه عمياء قتلها اعمى. تفضل. الاعمى هو الذي قتل المراه، ويعني نحى ربيعها عن ثديها غرز سيفه. صح. اسف. جسمها. اغتال شيوخ اجلاء، اغتال نساء، عذب الناس. يعني زوج صفيه ارسل عليه واحرقه بالنار يدله على كنز اليهود، واغتصبها بعد ليله او ليلتين بعد ان قتل. هذا يسمى تعريق، يعني تطهير عرقي اليوم. يعني اخذ قبيله قتلها عن بكره ابيها بما فيهم الاطفال، كان يعري عن العانه. يعني الطفل يمكن ان يلبث في سن 11 او 12 سنه. كل هؤلاء قتلوا. وحتى 16 17 18 سنه اطفال، يعني شو يعني 16 17 18 سنه طفل لسه عم بيكون. 17 18 سنه طفل. في السعوديه اليوم هناك اطفال في السجون، يعني وحكم عليهم باعدام، اطفال من 17 سنه للاسف الشديد. وهناك في اليمن قتلوا طفل تحت 18 سنه حكموا عليه بالاعدام للرده. يعني حياه محمد كلها تقطر رديده، يعني رديده، ليس باخلاق اليوم، باخلاق كل الازمنه. يعني هذا الشخص هو شخص يعني ذو اخلاق سيئه، باخلاق اليوم. هي عائشه نفسها قالت له رايتمها يسارع لك في هواه. بالضبط. وماذا يعني؟ هذا الرجل كلما اراد ان ينك واحده ينزل لنفسه آية تفتح له باب، انزل قوانين
وهو أول من خالفها في الزواج في كل شيء، وهو أول من خالف. هذا الرجل كان يبحث فقط يبحث عن مصالحه الخاصة، يعني يجد مخرجا من نزواته بالضبط. ويسيطر على الناس. وهذا الرجل لم يؤمن به أحد. هذه المقالة الذي قرأته الآن، هذه المرأة التي كانت تخرف من آمن بالنبي. النبي عندما كان يدعو لم يؤمن به أكثر من 70 شخصا، وكلهم من الخدم والعبيد والمستضعفين. عندما كان في مكة، هل مكة آمنت بمحمد؟ مكة لم تؤمن بمحمد. مكة هاجمها وحصرها وقتل أهلها وأنانت رغم أنفها بمحمد. صحيح. اليوم مكة نفسها لم تؤمن بمحمد. المهم لن أطيل لأنني أعرف نفسي ولا يهمك ولا يهمك. شكرا لك جان، وعلى سلامة أحمد. يعني رأيت أنه كان مريضا. شكرا أخي، بالفعل يعني كان تعبان. الأخ أحمد كان تعبان يعني. شكرا لك عزيزي جان. العفو حبيبي طارق، شكرا كثير لك طارق، يسلم. طبعا أصدقائي، أنا بس بدي أدخل على اليوتيوب ونشوف بعض التعليقات الجميلة من أصدقائنا لنبلش من البداية. واحد كاتب لي وش السالفة؟ والله ما أعرف السالفة يا أخوي، منين أجي أعرف السالفة؟ الأخ نو نيد تو كاتب أخ أو أخت: نعم سوف نجهر ونجهر بكل تأكيد، سوف نجهر ولن نتوقف عن الجهر، واللي بيطلع بإيدكم يا صلاعمة سووه بإجركم، وأعلى ما في خيلكم اركبون، كنتم رجال وإن كنتم من هذا محمد العديم الأخلاق هذا أوقفونا. على كل طيب، طبعا يوسف يشجع اخونا احمد حرقان ويقول انه اللي يهاجموه لانك ناجح هذا هو السبب الوحيد اللي يهاجموه. وبالفعل يعني الاخ احمد حرقان شجاع، اشجع ملحد انا شفته بصراحه، اشجع ملحد قابلته، يعني شخصيه رائعه. انا لم اجد انقى من احمد حرقان بصراحه. انا يعني صديق افتخر بصداقته، افتخر الى ابعد الحدود بصداقه اخوي احمد. يعني ما بعرف الناس الاندال هدول اللي بيسمحوا لنفسهم انه يحكوا كلمه صغيره على احمد. يا اندال، عطونا يعني فرجونا شغله بس قام فيها احمد يعني غير جيده، بس شغله واحده، فرجونا شغله واحده قام فيها احمد غير جيده. واللي يستهدف شرف الناس لانه عديم شرف، هو عديم شرف، اهله ربوه على عدم الشرف، مشان هيك قليل تربيه. يعني لو مهما كان احمد حرقان شخصيه عامه. يعني احمد لما يطرح فكر هو طرح فكر الحادي، فما طرح والله فكر ما بعرف شو بدي اسميه. يعني شفت مره منشور لاحمد حرقان يتكلم عن امراه ولا يتكلم بالسكس ولا بالجنس ولا بيلبس هيك. يعني لو لم تكن ندل من ظهر الاندال ما كان تكلمت كلمه صغيره على احمد. زنجا عم بيقول لا إكراه فقط نقطع عنقك. يعني ما في إكراه في الدين، فقط نقطع عنقك بكل تأكيد. يعني بكل تأكيد يعني هذا بدأت المخلوقة هي لا إكراه في الدين، وبعدين ختمت من بدل دينه فاقتلوه. وتورد المصادر يعني بصحيح البخاري. وواحد عامل لي اول واحد يعمل ديسلايك، برافو عمل ديسلايك قد ما بدك يعني، بس لن نتوقف نحن. كما قال لا تسألوا عن أشياء تفتح عقولكم، أخ فريمان. بالضبط.
هذا خالد العربي، انت بالفعل انت تعبر عن نبيك، يعني نبيك العرصة النجس القذر. هذا انت لما عم تكتب الكلمات القذرة مثل وجه نبيك، مثل لحية نبيك، انا يعني اشبه لحية نبيك بالعانة بصراحة، يعني كانت اكيد كثيفة كالعانة، يعني زي لحية نبيك العرصة هذا. فلذلك انت بتحب المنطقة هاي. انا عم بشوف اصدقائي تعليقات يعني، وهو عم بحاول اشوف شيء يعني ممكن نتكلم فيه، بس يا ريت يا ريت تطرحوا افكار حتى نقدر نتكلم فيها يعني. انا بتمنى منكم. طيب، معنا اتصال من جور. نعم، مرحبا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، تفضلي. أهلا فيك. وجدت صعوبة جدا في التواصل معك أخي جمال. اسف كثير انا لأنه عندنا في السعودية بصراحة. تفضلي نعم. تفضلي اختي، تفضلي. في السعودية عندنا البرنامج هذا محجوب وطر بري. أخي، كلنا في النهاية كفار. المسلم هو كافر بكل الآلهة. بالضبط جور اسمع، تفضلي. الآلهة بالإضافة إلى نعم. فيأتيك القرآن نفسه يدعي أن أهل الكتاب يؤمنون بإله وما أدري إيش. في النهاية هو نفسه يسيء ويهين ويحتوي على ألفاظ جنسية بحتة، أو يحتوي على ألفاظ مهينة. أنزل سورة كاملة فيها شتائم أبو لهب، أيضا آيات كثيرة مقدار المنافقين. هم السبب في أنهم يجعلون الناس يضطرون للنفاق لسلامتهم الشخصية. صح، بالضبط. نعم. جور انت عم تتكلمي، بس بدي اسالك، عم تتكلمي من السعوديه حضرتك؟ نعم. وبرنامج الجهر بالالحاد طبعا محجوب بالسعوديه من اليوتيوب. لا، برنامج السكايب اللي اتواصل فيه معك. برنامج السكايب، ايوه، اوكي. نعم، كثير في برامج للتواصل محجوبة في السعودية وفي غير السعودية للأسف الشديد. يعني هن ما بيعرفوا غير الحجب والإقصاء، مثل ما شفنا الأخت هبة. يحدون من التواصل. لا، أنا اللي أبغى أوصله أنه يعطونك آية ويبغونك تؤمن في هذه الآية بس بلا فهم. ليش ما أفهمها؟ أنا أجد صعوبة في التحدث، علشان بصراحة أنا في مكان ما ينفع أحد يسمعني أتحدث عن هذه الأشياء. ولا يهمك. هو الصوت كمان بصراحة الصوت ما واضح، عم بيقطش يعني. أغلب الكلام يعني ما عم بتواصل. فممكن يعني على كل حال حلقاتنا كثيرة جور، أنا كثير تشرفت فيكي، وممكن نتواصل دائما ويعني ونحكي وتتواصلي بالبرنامج. يعني أنا بتمنى سكايب يكون شغال، وأنا ما عندي أي وسيلة ثانية بصراحة يعني أقدر يعني خليها تتواصل مع الناس.
مو مشكلة. عموما أنا شرفت كثير إن أنا سعيدة جدا بالتواصل معك والتحدث معك. أنا صراحة مستجدة في الإلحاد والإسلامية مثل إن شاء الله السلام عليكم وغيرها كثير. أكيد. وأتوقع إنه بسبب التلقين منذ الطفولة راح نواجه صعوبة في إننا إحنا نتخلص من هذه العبارات الملصقة بهذا الإله المزعوم. بالضبط، هي مجرد مصطلحات أختي، يعني مجرد مصطلحات لا تنفع، يعني تعبر عن معنى معين، وأنا أستعملها بصراحة، أنا أستعملها يعني لحد هالساعة هاي لما آكل أقول بسم الله يعني، عادي جدا يعني. هالمصطلحات هي أنا لا أهتم لها بصراحة نهائيا. يعني إذا شخص قال لي السلام عليكم لا تشترط الإيمان ابدا، يعني ما له علاقه نهائيا. يعني انا لم اكن مؤمن السلام اتوقع ان سلام. جور لم اسمعك. نعم ما سمعتك، تفضلي. طيب شكرا كثير لك اختي جور، شكرا لك، واتمنى مشاركات اخرى بحلقات قادمه ان شاء الله. طيب الاخ احمد دنان اتصل فينا، واسف كثير احمد انا ما قدرت اخذ، على كل حال خلينا نتصل بالاخ احمد. تفضل اخي احمد. مساء الخير. مساء الورد. طبعا انا سامع ان في حد مزعل احمد اخونا حبيبنا، وطبعا الكلام ده ما ينفعش، مش مع احمد حركان. سامعني يا جماعه الصوت واضح؟ اتفضل. بقول لك انا ما شفتش الحلقه من اولها، بس اللي قدرت افهمه ان في جريده كتبت عن احمد حركان وتقريبا يعني انسولتد يعني. لا هو الموضوع شلون احمد، في شخص اسمه شومان هذا القذر عم يتهجم على احمد يعني بشرفه، فهل كان عم بس المجله هي كانت ضد البرنامج وضد صفحه الجهر بالالحاد. طب هم ليه ما عندهمش اسباب منطقيه يواجهونا بيها ويثبتوا صحه ادعائهم؟ يعني هم كل اللي شاطرين فيه الغلط والاستفزاز، واخد بالك؟ لا هي الكاتبه، بتعرف احمد الكاتبه بدات لا اكراه في الدين بالتحديد، يعني بدات بعباره لا اكراه في الدين وافلتها من بدل دينه فاقتلوه. طب ما هو اسلامهم فعلا كده، هي ما كسبتش على فكره، يعني هي ما جابتش حاجه من بره. طب ما هو الكلام ده عندهم، هو ده، ما هي دي المشكله اللي احنا معانا مشكله معاهم ليه؟ عشان الكلام ده. انت واخد بال حضرتك؟ ايوه انتوا ناس بتؤمنوا بدين اجرامي ودين عنصري ودين دموي واحنا وارهابي، واحنا ضد الكلام ده، والكلام ده بالنسبه لنا مش منطقي، واحنا ضده على طول الخط وننتقده. وايه يعني انتوا عايزين ايه يعني؟ هنفضل ننتقد وهنفضل نطلع وننتقد؟ لا انا بس هقول كلمه بسرعه عشان اسيب احمد اخويا يكمل برضه. لا ما احمد مو معنا، راح احمد نص ساعه بس بقي معنا، واحمد كان مريض يعني مشان هيك فنص ساعه تم معنا، اكثر من نص ساعه بشوي وراح الاخ احمد. تفضل خذ راحتك وقول اللي بدك اياه. احنا هنفضل ننتقد طالما احنا مش مقتنعين، ومفيش حد يقدر يجبرنا على ان احنا نآمن بحاجه او نصدق حاجه مش حقيقيه وهميه، واخد بالك؟ ارهاب وتهديدات وقله ادب، الكلام ده مش هينفع معانا. وما اعتقدش احمد حرقان مش اول مره يتعرض لكلام زي ده، اتعرض للكلام ده كتير، والراجل ما عمره ما استسلم، الراجل على طول. هو للاسف الشديد يعني ان دالي هي انه يعني احمد بعمره ما طرح مواضيع مثلا جنسيه ولا اي شيء. هو هالمعتوه هذا الوضيع هذا يعني يرمي الناس بشرفه. لو كان عنده ذره شرف ما يعني ما حكى كلمه على احمد، لو ذره شرف فقط، ذره واحده. شرف مين؟ هم ما لهمش شرف ولا لهم مين، هم ناس عدوانيه، ناس همجيه، ناس تحتكر الحقيقه لنفسها، واحنا مش الكلام ده مش هيمشي معانا، واحنا هنفضل ننتقد. واحنا عندنا حلقه افتكر قريب معاك بالضبط يوم الاحد اصدقائي، يوم الاحد الساعه 8 بتوقيت لندن، يعني نفس التوقيت اللي ببث فيه دائما، اللي راح يكون معنا الاخ احمد الزنديق، الاخ احمد والزنديق الاخر اسلام حمدي.
عدد الملحدين في تزايد، بكل تاكيد قوموا بغيظكم، واحنا لن نتراجع واحنا مش هنخاف، واخد بالك؟ وبالشومان دوت ما انتصرش على احمد حركان بالكلمتين اللي قالهم يعني، او على الالحاد او على الملحدين، لا ما هبل بطلوا انهم طلعوا يتكلموا عليها بجلد الشرعيه، واخد بالك؟ ويجيبوا سيره بيتي ويجيبوا سيره مش عارف ناس اوساخ، حقاره ووساخه ووضاعه، وده شيء مش جديد عليهم يعني. صحيح. وانا بوجه لهم كلمه ان كانوا سامعين، لو عندكم حجج منطقيه تواجهونا بيها احنا جاهزين للمناظرات، احنا جاهزين للمناظرات. عايز تتناظر باي ناحيه انت عايزها، ناحيه فلسفيه، ناحيه علميه، احنا جاهزين لاي حاجه، احنا قاريين في كل حاجه ومطلعين في كل حاجه، وحتى سيره وتاريخ نبيك احنا عاطمينه وفاهمينه كويس وجاهزين للرد عليك وافهامك بالمنطق. لكن المشكله انت ما عندكش منطق عشان تناظرني، انت ما عندكش منطق، انت عندك عنف. هو كده بالبلطجه، هتسكت ولا افتح دماغك؟ هو ده نظام. لا انا مش هسكت، ورينا تفتح دماغي ازاي. احنا مش هنسكت، احنا هنفضل ننتقدكم كده، احنا على طول الخط ننتقدكم، وده شيء مش جديد ومش اول ولا اخر مره هتحصل الكلام ده، ويحصل معانا كلنا وهيفضل يحصل الى ان انتهوا هؤلاء الخرفجيه، تقدر تقول عليهم خرفجيه. هدول مو بس خرفجيه، هدول المشكله الخرفجيه، هدول بخرافاتهم هي دمروا حياتنا. احمد انت يعني انت واحد انا اثنين ومثلنا ملايين الناس تشردت من بلادها. يعني نحن انا وانت هلا فرحانين نحن بالغربه، عايشين بغربه ما عايشين ببلادنا. يعني ما اعرفش نعيش في بلادنا، نعيش في بلادنا ازاي؟ في الهمجيه اللي هم فيها والارهاب والعنف اللي هم فيها. بالضبط محدش يعرف. بالضبط. خربوها وقعدوا على تلاها، خلاص خربوها وقعدوا على تلاها. اتمنى ان هم يكونوا فرحانين يعني بعد ما خربوا. هن عم بهربوا من ذاتهم، من نفسهم. يعني المشكله انه الخرافه هي عشعشت في مخهم حتى صارت جزء منهم. يعني اذا بتلاحظ، اذا بتشوف حتى ثقافتنا حزينه، يعني اغانينا حزينه يا رجل، قصائدنا حزينه، جعلوا الحياه كلها حزن بحزن. يعني صاروا يتفاخرون بالدمعه الحزينه، اللي يكتب اسمه الحزين والما بعرف شو. يعني صرنا نفسيا منحطين الى ابعد الحدود يعني. مع اعتناقهم بهذا الفكر المريض العنصري الدموي. لسه ما فيش، من مش عارف امبارح ولا اول، انا شايفها على النيوز، مركب طالعه من مصر، مش عارف 130 شاب ولا 150 شاب طالعين هربانين هجره غير شرعيه. مركب وقعت بيهم في البحر، واغلب الشباب غرق مات. طب لما انت اعتقادك في هذه الثقافه وهذا الفكر المريض، ايه اللي موديك الغرب؟ يعني انت رايح الغرب تهبب ايه؟ الغرب ده علماني كافر. انت معرض نفسك للموت، وفعلا موت علشان توصل بس انك تعيش هناك في اوروبا. طيب انت خلاص بقى، ما هو انت ما ينفعش بقول لك اللي يفشع على وتدين واحد بيخش فيه من ورا. بالك انت عايز هنا ولا عايز هنا؟ خليك بقى في الجحيم بقى، خليك عايش في الجحيم وعطانك دين صلعم وادي صلواتك وادي صيامك وعيش مع نفسك هناك. اللي عايز تروح اوروبا ليه؟ مموت نفسك عايز تروح اوروبا ليه؟ اوروبا مش ليك، اوروبا لا تعترف بهذا الفكر الدموي والعنصري العدواني. يعني امرهم غريب، انا مش قادر افهمهم، انا مش قادر افهم الناس دي. فطبعا اللي حصل مع حركان ده ما هيش يعني ما هيش حاجه تهزنا ولا حاجه، ولا اول مره ولا اخر مره هيحصل. نحن لهم، واحنا برامجنا شغاله ونقدنا شغال ومش هنتراجع، ودايما في جديد ودايما في ملحدين ودايما في مجاهرين. متشكر قوي ان انت سمحت لي بالمداخله. بكل تاكيد احمد، انا بشكرك كثير حبيبي على المداخله، واكيد لنا لقاء يوم الاحد طبعا، وراح نحكي اللي بدنا اياه وما راح نتوقف، واللي بيطلع بايدهم يساووا باجرهم، مثل على طول بقولها هي. بالضبط كده. شكرا احمد، شكرا كثير حبيبي، شكرا. مع السلامه. طب اصدقائي، على كلنا بكره الساعه 3 بتوقيت لندن، الساعه 4 العصر بتوقيت مصر، راح يكون معنا النبي جلدة الحنفية حبيبنا بأبي هو وأمي جورج بول، اللي يحدثنا عن اليهودية، وراح نكمل معه حلقات باليهودية وخرافات اليهودية. بعدين ننتقل للمسيحية كمان، تاريخ المسيحية، خرافات المسيحية، نشوف كل شيء
بهالدين الابراهيمي اللي اسس، خلينا نقول الدين اليهودي اللي اسس الديانات الابراهيميه القذره اللي حولت حياتنا لجحيم. يعني راح نبدا باليهوديه وبعدين ننتقل للمسيحيه. وانا بتمنى كل صديق قادر انه يفيدنا، صديق من خلفيه مسيحيه يفيدنا بمساله المسيحيه، يراسلني وحتى نعمل حلقات بالمسيحيه وعن اليهوديه ونفهم المسيحيه اكثر ونفهم اليهوديه اكثر. لانه بصراحه اغلب الملحدين من خلفيه اسلاميه مثل حكايتي والاخ احمد وكل الاغلبيه الساحقه، يعني نحن من خلفيه اسلاميه. فلذلك بدنا اصدقاء من الخلفيه المسيحيه يقدروا يشرحوا لنا بالخلفيه من الديانه المسيحيه، الديانه اليهوديه، العهد القديم والعهد الجديد وكل هالخزعبلات هي التافهه، حتى نقدر نوعي الناس ونفهم شو جذور المشكله، جذور هالدين الاسلامي القذر. يعني نحن كلنا بنعرف انه الاسلام هي طائفه يهوديه، يعني طائفه من الطوائف اليهوديه المهرطقه بالنسبه لليهود طبعا. فبتمنى من اصدقائي انه اللي يعني بيشوف في نفسه الكفاءه انه يقدر يشرح يكون عنده الثقافه الكامله بالمسيحيه واليهوديه، يراسلني ونسوي حلقات ونقدر يعني نوعي على قدر ما مستطاع، يعني نوعي الناس بهالدين هذا. طبعا الساعه 8 كمان المساء بتوقيت لندن راح يكون معنا الاخ سامي التونسي، هو ملحد وصاحب جروب الالحاد العالمي. راح يكون معنا بكره كمان يحكي لنا عن تجربته مع الدين. وبعد بكره راح يكون معنا الاخ احمد دنانا والاخ اسلام حمدي. ويوم الاثنين راح يكون في حلقه خاصه عن تاريخ الاكراد. انا بتمنى من اصدقائنا اللي ما بيعرفوا شيء عن تاريخ الاكراد يتابعونا، يعرفوا جزء بسيط على الأقل عن تاريخ الأكراد. وراح يكون لنا حلقات ثانية عن الثقافة الكردية عموما، يعني من موسيقى، من شعر، من كل شيء يتعلق بالثقافة الكردية، عن الديانة الأزيدية، عن الأساس بالثقافة الكردية كيف بدأت إلى مراحل التاريخ الكردي. لانه اغلب الناس المتكلمين بالعربيه لا يعرفون الثقافه الكرديه، لا يعرفون الاكراد من هم. وقريبا كمان انا تكلمت مع اخي كريم العبيدي، راح نسوي عن الثقافه او عن الامازيغ، كمان تاريخ الامازيغ، ثقافه الامازيغ، حتى نعرف. صراحه انا لا اعرف شيء عن الامازيغ، وانا بدي اعرف، بدي اتعلم حتى نشوف شو عمل الإسلام فينا. يعني شو عمل الإسلام فينا؟ الإسلام خرب بيوت العالم. يعني الأمازيغ ثقافة عريقة تمتد في جذور التاريخ لا نعرف عنها شيء. ليش؟ في سبيل هالعربان الجربان هدول اللي أتوا من الصحراء قاحلة واحتلوا بلادنا. طيب أنا راح أشوف في جاني في الأخت ديانا عم تقول: جان، لا أعرف كيف أشكرك على كل ما تقوم به، وأعرف كمية ما تتحمل من الأوغاد، لا أعرف أي. طيب خلونا نشوف أخونا كارم. مرحبا عزيزي جان، كيف الحال؟ أهلا وسهلا. أنا زعلان منك، أنا زعلان منك كثير. إيش أمرني خير؟ تسكرت صفحة جلدة الحنفية وما تفتح غيرها. في قلوبنا خلاص، هي في قلوبنا، انتهى الموضوع. لا، رسالتنا وصلنا. بدنا نفتح غيرها، يعني بدنا نفتح 20 صفحة لجلدة الحنفية، ما راح نتوقف. وعلى أيوة 30 ولا تزعل ولا تشيل هم، يا مرضي بالله يعني. طيب تفضل أخي. ولا تشيل هم. تسلم انت مرضي بالله، فما بدي اياك تزعل منا بعدين تغضبنا غضبك وحش، احنا شايفينه يعني. حبيبي تفضل. حبيبي الله يخليك. بدي احييك واحيي كل المستمعين معك، واستاذ احمد حرقان كلنا معاه وكلنا بنآزره بنشد عليه. واعتقد اي واحد شاف نص ساعه ربع ساعه خطاب، اي طريقه كلام حوار احمد حرقان حيعرف انه رجال مستوى عالي جدا عن
عن الكلام البذيء او المستوى الدوني تبع شومان او غير شومان يعني. بالضبط هي must don't care يعني. ما اعتقدش انه شيء بشيء. هي بتنرفز وبتضايق، لكن مش احمد حرقان ينحكى على هيك يعني، عرفت؟ مبين من اسلوبه انه زال ابعد ما يكون عن الاشياء هاي. على فكره يعني شومان ما بيعبر غير عن نفسه، عن تربيته الوضيعه يعني. هي بالضبط. هو اللي بدايه شوي انه من محسوب عليك مفروض، هو لا محسوب ولا شيء، بس انه يعني هو بيطلع بقناع انه انا ملحد او لا ديني او لا ادري او كذا، فالواحد يعني من هيك بيكون قلقان. اي ثينك هذا اللي بدايه احمد حرقان بالمقام الاول يعني، انه بشوه صوره مجموعه كامله يعني، عم بتحاول عم بتناضل ومضطهد اضطهاد ما في داعي نشرحه. تمام. اما بخصوص كمان الاخت، بحييها الاخت جود اي ثينك اللي من السعوديه، يعني انا بقدر لها قديش المغامره اللي عملتها. وهي كانت بصراحه اخي كارم عم تحكي بمنطقه، عم تقول لي انه انا بمنطقه ما بقدر احكي لانه من حوالي، ف يعني مغامره بصراحه. هي عم تحكي مغامره، وانا مشان هيك ما حبيت اطول الحديث معها، لانه عم تحكي وهي داخل مغامره يعني، ونحن بنخاف عليها. قلق كبير بالضبط عليها. فانا بقول لك ان تتخيل مدى الضغط النفسي اللي تعرضت له هي او غيرها، انه ما قدرت تسكت خلاص. بالضبط. يعني خلاص عرفت، حاولت باي طريقه. انا بشوف رسالتكم هاي انت والشباب احمد حرقان والشباب اللي عندهم، كل الشباب مبني هذا بقنواتهم في المقام الاول. ما بشوفها نوعي الناس او نوعي المغيب او المسلم الطيب الكيوت، لا انا بشوفها بالمقام الاول ثبتني انا عن نفسي كملحد من الافلام. كل اللي حوالي الله 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 الله، طب بالاخر بدك حدا يثبتك، عرفت؟ يثبتك على الصواب فعلا. ما بحكي جد، بدك حدا يثبتك انه I mean this things يعني، انه جان عم بيحكي هيك وانا كنت بحكي هيك، هياته لقيت واحد معي وبسمع في ناس كثير مشتركين، وبشوف بالشات شيء كثير رائع. وبخصوص كلام موضوع انه السلام عليكم وعليكم السلام وفي امان الله، انا مش مستعد اتنازل عن هالكلمه، حتى لو هم مثلا اجى اليوم انه قدرنا كملحد او كلا ديني او لا ادري انه يعبر عن نفسه، ما حدا له حق يعني. حتى لهجتها صارت لغتي، انا تربيت عليها فصارت لغتي. بالضبط. فجاي حضرتك كمان يا مؤمن بدك تاخذ مني هالكلمه انه شفت قلت السلام عليكم ورحمه الله. على فكره السلام عليكم هيك سلام الكفار يعني، اللي يعلمها محمد ابو ذر الغفاري لما دخل عليه سلم عليه عجبت، قال له والله خوش كلمه، فخلص خلينا نعتمدها. اعتمدها الاخ صارت لهم، فمش تاخذ كلامي بالفعل يعني. نحن كارم بس كلامي تاخذها مني، لا انا بدي اقول بامان الله تبعي غير الله تبعك، ما هو بالاخر اسم. كارم بلا ما اقطع على حديثك يعني، اول ما عملنا صفحه الجهر بالالحاد لمن استطاع اليه سبيلا، لا هي كلمه اسلاميه لازم انتم ياخذينها. لك طيب يعني اللغه يا اولادين اللي ما بعرف شو بدي اسميكم، هل اللغه انتم يعني صارت لكم؟ اللغه موجوده قبل الاسلام، اللغه العربيه موجوده قبل الاسلام يعني، واللي تشرك اللغه العربيه هو القران الكريم. هذا اللي مزق اللغه العربيه والقران الكريم، اللي صار له 50 مفسر اصلا. انا بجيب هلا يعني باخر بهالوقت هذا قصيده العنتره، ما بدي مفسر لها بفهمها يعني، بس القران بده 50,000 مفسر حتى نفهمها. فالقران يعني تشرك اللغه العربيه. بالضبط هاي هي. بغض النظر حتى لو لغه جديده، لغه مستحدثه، ان شاء الله لغه ولدت امبارح، انا اكتسبتها بالضبط. الطبيعه اللي انت فرضتها علي كمجتمع مسلم، فغصب عنك بدك تحترم حقي باكتسابها. خلص اتس ماين. بالضبط. فانا لو في حدا مثلا مش حابب يقولها السلام عليكم مثلا، بده يقول مرحبا، هو حر، بس انا بدي اقولها يا سيدي جكر كيفي، انا متعود عليها، فمش احاول اعود نفسي اقلم نفسي على اشياء doesn't mean يعني انه اي معنى يعني. نحن مثلا انا عن نفسي مثلا كلمه الله هاي انه nothing. بالضبط. هو السلام يعني اصلا السلام هو مناقض للاسلام يعني، السلام مناقض لدين الاسلام يعني. دين الاسلام هو دين دموي، دين حروب. فالسلام لما اقول السلام عليكم هي تنفي الاسلام نهائيا. بالضبط يعني مفروض الطبيعي الانسان العاقل يعرف لما احكي السلام عليكم يقول هذا مو مسلم، هذا المفروض، لانه ما بيجيب سلام المسلم الا انا مسلم. بالضبط.
بالضبط. ما احكي انا اطلع على مثلا وسيله اعلام حكون متاكد موقن انه في منها ناس مسيحيين، ناس يهود، ناس نصارى، ناس لا ادريين، واقول السلام عليكم، فطبيعي يقولوا عنه هذا الرجل اللي بيحكي السلام عليكم قاعد مجموعه من الناس منهم كفار خرج عن المله، لانه من المعلوم بالدين بالضروره انه لا يلقي السلام على واحد مش مسلم. ف يعني هاي الكلمه المفروض تكون تاج علينا احنا، مش ياخذوها منا كمان، مش بس هاي الكلمه، الكلمات الثانيه في امان الله او اشياء ثانيه. بس انا ما بدي اطول عليك، اسف طولت شوي. ولا يهمك ولا يهمك، برنامجك ووقت مفتوح لكل الاصدقاء يعني. استنى يا غالي، وكيب دوين ذس زي ما قلت لك، انه الي انا عن نفسي بحكي، ضلك شد على ايدك تضلك برامجك هاي عشان تثبتني، عشان لي منفس، لانه انا بمجتمع حتى ما بقدر اطلع فيه. يعني انا فلسطيني، فلك ان تتخيل المأساة، فلسطيني وعايش في دوله من الخليج، فالفلسطيني هو الحلقه الاضعف طبعا في اي مكان. صحيح لما يطلع صحيح. كنا بالسعوديه مثلا رائف الله يفك اسره يعني، اكيد بكل تاكيد. لما اجى طيار عشان فلسطيني كتب بيتين شعر، اعدام حكم، طبعا وقفوا الاعدام، بس الله بعلم هلا وحده شو صار، بس على طول الحكم اعدام، بس يعني عادي لانه فلسطين يا حيف يعني لا يخلو سجون كل الدول الاسلاميه، ليس فقط السعوديه، يعني كلها تعذيب وبنعرفها. يعني انا بعرفها من سجون سوريا اللي للاسف الشديد يعني بشار وعائله الاسد كلها بشكل عام والجحش الاسد، وحتى الاخوان المسلمين، يعني جماعه سوريا الاخوان المسلمين ولا بشار ولا البعثيين ولا كل هدول، يعني كلهم من هالمجتمع التافه هذا، يعني كلهم من نفس يعني حتى هلا اذا راح البشار الكلب هذا وجوا الاخوان المسلمين، يعني شو راح تفرق؟ راح نظام علوي جاء نظام سني، هاي هي القصه. وانا برايي حتى لو اجى اشتراكي، لو اجى علماني، لو اجى اي نظام، ما دام الثقافه موجوده، الثقافه بالضبط انه المجتمع فوق الفرد، الا ما يكون في القمع وفي القتل وفي الحرب وفي التقطيع، شيء وارد. احنا لازم كلنا ننغسل او نبال. انا جد بحكي جد، تنزل هيك قنبله من فوق كنا نطلع شعب جديد، ممكن في امل، ما غير هيك كثير صعب. وشكرا لك، بدي اطيل اكثر من هيك. شكرا لك كارم، وانا بتمنى تراسلني على الفيسبوك لانه محتاجك بصراحه، يعني انا بتمنى تراسلني، وحاولت. ماشي صديقي، شكرا كثير لك، شكرا كثير لك. طب اصدقائي، اظن يعني وصلنا لنهايه الحلقه. انا بتمنى منكم يعني مثل ما بقولوا يعني المشاركه، وبصراحه يعني توصلوا صوتنا حتى يصل لاكبر عدد ممكن من الاصدقاء ومن الناس، مسلمين كانوا ملحدين كانوا، مهما كان خلفيتهم الدينيه او الثقافيه، حتى بس نوصل الفكر هذا، نوصل لهم انه نحن هون لحتى ننقذ هالمجتمع التافه هذا من هالانحطاط وهالدمار وهالخراب هذا. فبتمنى منكم يعني اقل شيء مشاركات، يعني ما ضروري تحط بصفحتك الناس كلها بتعرفك، حط ساوي صفحات وهميه بنكنه وانشر هالحلقات هي حتى يصل صوتنا لكل الناس، حتى تعبنا ما يروح على الفاضي مثل ما قال نبينا سامي الدين، ونقدر نوصل فكره اقل شيء لهال يعني ما بعرف شو اسميهم، اهالينا يعني المغيبين بهالدين هذا وهالخرافه هي اللي شايفين نتائجها على ارض الواقع. يعني بتمنى منكم كمان يعني تابعونا بكره في الحلقتين مع جورج ومع اخونا سامي، ونشوف شو بنقدر نقدم يعني اشياء جديده عن اليهوديه. انا كثير بصراحه متشوق لهالحلقه هي، لانه انا مثلكم ما بنعرف شيء عن اليهوديه غير ما جاب لنا اياه محمد ودين محمد القذر، وما بنعرف شيء عن المسيحيه غير اللي جاب لنا اياه محمد القذر هذا الى اذهاننا، حتى نعرف قذاره هالاديان، يعني قذاره الدين اليهودي يعني وقذاره الدين المسيحي، ونكشفهم كلنا على حقيقتهم ونوعي هالناس هي ونقدر نساوي شيء لمجتمعاتنا. شكرا لكم اصدقائي، الى اللقاء في حلقه قادمه غدا الساعه 3 بتوقيت لندن. شكرا لكم، الى اللقاء.